تستمر فعاليات مهرجان الشهيد هاراكول للكتاب بنسخته السابعة في يومه الثاني، فيما اختتم فعاليات يومه الأول بتوقيع كتاب ترجمه الكاتب الكردي ديلاور زنكي وتوزيع نسخ منه على المشاركين. وانطلق المهرجان يوم أمس في النسخة السابعة بمشاركة 60 دارا للنشر ومؤسسة ثقافية من شمال وشرق سوريا وشمال وجنوب كردستان وبلدان أفريقية وأوروبية وآسيوية. واستقبل المعرض أهالي ورواد الأدب وكافة شرائح المجتمع لتزداد وتيرة الإقبال مساء، وتكون نسبة الإقبال أكبر مقارنة بالعام الماضي. وشهد توقيع كتاب في جناح دار شيلير ترجمه الكاتب الكردي ديلاور زنكي، ويضم المعرض 140 ألف كتابا ب14 ألف عنوان. ومن المقرر أن يواصل المهرجان فعاليته على مدار 4 أيام متواصلة، ويتضمن برنامج المعرض مسابقات ثقافية وفنية وتوقيع كتاب.